طبعا دلوقتي انت في طب ومش شايله هم ثانويه عامه ومذاكره ماده الكيمياء. ليه يا بنتي؟ دي الكيمياء كانت اجمل ماده في ثانويه عامه. اجمل حاجه ازاي؟ انا حاسه ان هي هتضيع لي المجموع، وكمان مش عارفه اذاكرها كويس ومش لاقيه مراجعات نهائيه كويسه. انت عارفه انا لما كنت احب افتح نفسي على الكيمياء كنت بذاكر معادلات العضويه بالطريقه اللي كان مستر احمد معلمهاني. بجد؟ هو في كده اصلا؟ ده كمان السنه اللي فاتت كان عامل لنا سنتر واونلاين، كان تحفه، وده اللي خلاني دلوقتي في طب. طب خديني بسرعه عليه وخليني اقفل الكيمياء. يا سلام، الواحد لما بيشوف آراء ولاده كل سنة، الناس اللي اتخرجت من الامتحان وحققوا النتائج المبهرة والجميلة ديت، بيخليني أقول إن احنا مهما حصل في الامتحان من صعوبات، ولادنا الحمد لله وحوش بجد وبيطلعوا لنا أفضل النتائج، والحمد لله بيبقى مفخرة لينا كل سنة. ودوت بيخلينا يا شباب كل سنة إن أنا خليني أبذل جهد أكبر وأتعب لك أكتر عشان أطلع لك أفضل محتوى ممكن يساعدك ان انت تدخل الامتحان وانت مرتاح من ناحية المادة وتحقق افضل النتائج مهما كانت صعوبة الامتحان. هتيجي بقى بطل تسألني هو احنا يا استاذ هنعمل ايه في المراجعة السنة دي؟ هاجي اقول لك انا هقدم لك السنة دي بعون من الله شيء خرافي ان شاء الله باذن الله، هيخليك تدخل الامتحان وانت مش محتاج اي حاجة. ان شاء الله يا شباب احنا مراجعتنا هتستمر على مدار 6 محاضرات هنعمل فيهم الاتي. كل محاضرة حبيب قلبي هيبقى فيها 3 حاجات. احنا طبعا نهينا المنهج باقي الكيمياء العضوية، هنبدأ المراجعة بالكيمياء العضوية. والكيمياء العضوية يا شباب لازم تتراجع على بعضيها مرة واحدة. ليه؟ عشان تفضل الكيمياء العضوية متربطة ببعض. الحمد لله رب العالمين انتوا نهيتوا منهج الكيمياء العضوية بأفضل صورة ممكنة، فاحنا عايزين نحافظ على الترابط اللي حصل في قلب الكيمياء العضوية ويستمر معانا طول المراجعة. فهتبقى أول محاضرة معانا للكيمياء العضوية ديت، هيبقى معاك طبعا كم كبير من الأسئلة على الكيمياء العضوية، ده سيادتك بتراجع وتحصل كويس ونعمل اختبار شامل على الكيمياء العضوية. طيب وبعد ما تخلص الكيمياء العضوية تبدأ أول محاضرة مراجعة. أول محاضرة مراجعة حبيبي هيبقى فيها 3 حاجات كل أسبوع بيتعملوا. عندك باب بيتراجع مع الكيمياء العضوية كل أسبوع عشان نفضل محافظين على مراجعة العضوية، مع اختبار شامل على المنهج كامل. قلت لك ووعدتك إن احنا بمجرد ما هنخلص المنهج هنعمل اختبار شامل على المنهج وخليك تحل شامل على المنهج. طب هتقول لي يا أستاذ أنا هحل شامل إزاي وأنا لسه ما راجعتش المنهج؟ ما هو الغرض من امتحان كل أسبوع مش إن أنت تجيب درجات حلوة، لا، الغرض تتعرف على اللي في دماغك من كل أجزاء المنهج. انت نهيت المنهج صحيح، في اجزاء لسه ما تراجعتش، بس في قسم كبير من المنهج في دماغك كنا بنراجعه دايما على مدار حصص الكيمياء العضوية. يبقى انت بالتالي هنقيم اللي في دماغك من ناحية المنهج وتشوف كل اسبوع ايه اللي موجود في دماغي وايه بالفعل اللي انا عايز ارجع له، ده انا ناسيه تماما. هيساعدك في فترة المراجعة انك تحصل اي جزء انت ناسيه من الابواب التانية. فاحنا مش هنشغل بالنا بدرجات الامتحانات الشاملة دي الا في الاخر. ادي ده اللي هيحصل معانا كل اسبوع. طب هتيجي تقول لي يا استاذ هو انا اصلا هراجع ازاي يا استاذ؟ انا كطالب انا هراجع ازاي؟ هاجي لك جاهز ازاي؟ هقول لك ديت بقى الحصريه اللي انا هعملها معاك. كل ملاحظه انت خدتها في كل باب وكل تركايه في كل باب انت طلعت لك وكتبناها وسجلناها مع بعض، الحاجات دي هنجمعها لك، هتبقى بتتقدم لك في صوره فيديوهات مصوره. لا، الجديد اللي انا هعمله لك ان كل ملاحظه هتلاقي تحتيها طريقة عرض السؤال بتاعها، بحيث ان انت وانت بتراجع الباب انت هيبقى قدامك هو الباب دوت هو بيتسأل ازاي، لو لف معايا في قلب الباب هيبقى السؤال بتاعه عبارة عن ايه، وبالتالي انت هتراجع الباب بدون ان شاء الله ما تحتار في اي حاجة. وبالتالي لو انت سواء كنت طالب كويس ومجتهد او طالب عندك صعوبات وعندك مشكلات، أنا هقدم لك الحل السحري اللي هيعالج لك أي مشكلة في الباب اللي بتراجعه. لقيت إن أنت محصل كل حاجة وعرفت مواطن الأسئلة أنا بتسأل إزاي، الاقي كمان لو انا عندي مشكلات ومش عارف الم الباب كده، يبقى انا ساعدتك انك تلم الباب بشكل كويس واساعدك واقول لك موطن المعلومه سؤالها هيجي بالشكل ده، يبقى انت ان شاء الله هتلم الباب معايا بشكل كويس جدا. دي طريقه المذاكره اللي انت هتذاكرها. طب ودوت يا استاذ انا هيتقدم لي ازاي؟ ده سيادتك قبل ما تيجي المحاضره هيبقى المحتوى دوت نازل لك، انا عايزك بس سيادتك تقعد كده مرتاح وتقعد تسمعني وانا براجع معاك، والحاجة اللي انت تحس ان فيها مشكلة يلا يا حبيبي تبدأ تسجل. بكده يبقى احنا بنستغل الوقت بأفضل صورة ممكنة. هيفضل لسيادتك انت بقى التطبيق، وديت اهم حاجة مطلوبة منك الفترة ديت، ان انت تطبق
بشكل كويس على كل جزئية. انا وفرت لك الملاحظة اللي تساعدك ان انت تحل، انت بقى عليك الحل. واي اخطاء تواجهك ما تزعلش منها، عالج الاخطاء والمشكلات، هتتعلم منها وتاخد خبرات افضل تساعدك ان شاء الله حبيب قلبي ان انت تروح الامتحان بشكل افضل. طب يا مستر، هل الفترة اللي باقية كافية ان انا الم نفسي؟ ان شاء الله باذن الله كافية ان انت تلم نفسك بشكل كويس جدا جدا، بس اهم حاجة تلتزم واوعى تضيع وقت. طب يا استاذ، ما هو دوت مش كافي، ما تخافش وما تقلقش. انا بقول لك ما تخافش وما تقلقش، تمام؟ اشتغل بس وابذل جهدك وعليك بالدعوات. الدعوات يا شباب، الدعوات السلاح السحري اللي مفيش حاجة بتقف قدامه مهما كنت عندك مشكلات وعندك صعوبات. ربنا حبيب قلبي قادر انه يغير حالك في لحظة من حال الى حال، ولذلك اوعى تنقطعوا عن صلتكم بربنا سبحانه وتعالى وعن الدعوات. ادعوا ربنا كتير، وخلوا اللي حواليكم الناس اللي بيحبوكم، ابوك وامك واخواتك واصحابك اللي بيحبوك، يدعوا لك دايما بالتوفيق. ان شاء الله باذن الله ربنا يقف معانا ويقف معاكم ويوصلكم لافضل شكل ممكن يرضيكم ويرضي اهاليكم، ويبقى انت تدخل امتحانك ان شاء الكريم وانت في افضل صورة، وتحققوا افضل النتائج، وتشرفوا نفسكم وتشرفونا وتشرفوا اهاليكم. وطبعا مستنيينكم ان شاء الله باذن الله باذن الله في حفلة تكريم اوائل الثانوية العامة. وطبعا انتوا عارفين حفلاتنا بيبقى شكلها عامل ازاي، وانتوا فرحانين ومبسوطين انتوا واهاليكم، وكل واحد فيكم بيحقق كل اللي بيتمناه. اتمنى من ربنا سبحانه وتعالى انه في الايام الكريمة ديت وفي الفترة المتبقية ربنا يكتب لكم التوفيق ويكتب لكم الثبات ويكتب لكم الصبر ويكتب لكم انكم تكونوا في افضل وضع ممكن. يا رب كده اكون قدمت لك افضل شكل ممكن يساعدك تدخل به الامتحان، ومش هيتبقى الا ان احنا نقول السلام ختام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.